انت مش هتحتاج غير التمارين ده عشان تكبر حجم دراعك حتى لو جيناتك ضعيفة. بما ان الترايسبس اكبر جزء في دراعك فاحنا هنبدأ بالترايسبس. هنيجي عند الكيبل وهنلعب ترايسبس اوفر هيد بالحبل. الملحوظة اللي هنا ان الكيبل ما تخلوش تحت خالص، ممكن تخليه عند مستوى الحوض عشان ما يجيلكش اصابة وانت بتطلع بالوزن. والعب بالوزن المناسب وثبت كوعك. الشكل التاني هيكون للبايسبس، هيكون تبادل على دكة الحصان بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. بس اهم حاجة تجيب اخرك وتوصل للفيلير. اهم حاجة اختار وزن مناسب تتمرن بيه وما تتمرجحش عشان تقدر ترفع الوزن. وبعد كده نتمرن تراي، هيكون بوش داون بالحبل. وممكن لو حابب تلعب بالمسطرة مش هتفرق، هي اهم حاجة تثبت كوعك وتنزل تعمل لوك للاخر. اول شكل لعبناه للباي كان بيحمل في وضع الانقباض، الشكل ده بيحمل في وضع الاستطالة. والباي كده كده بتكون شغالة معاك سواء كوعك قدامك او وراك مش هتفرق. بس اهم حاجة تثبت كوعك وما تتمرجحش، تلعب بوزن مناسب. تالت شكل هيكون هامر بالدمبل. استنى لسه السواعد. هما تمرينين اتنين بس اللي هنحتاجهم للسواعد. اول تمرين بيكون دمبل ريست كيرل. التمرين التاني هيكون على الكيبل ريفرس كيرل. اهم حاجة بس ايدك ما تتقلبش وانت طالع بالوزن. السواعد اصلا مش محتاجة وزن تقيل، اهم حاجة تتمرن صح ووزن مناسب. اعمل سيف للتمرين عشان ترجع لها يوم الدراع، ولو استفدت ما تنساش تعمل فولو عشان تستفاد اكتر.